اكتر 5 كدبات صدقناهم في الجيم وضيعنا عليهم وقت ومجهود وفلوس. تعالوا نكشف الحقيقة. الكدبة الاولى تحويل الدهون لعضلات. شد حيلك عشان تحول الدهون لعضل. الكلام ده كيميائيا وفسيولوجيا ده مستحيل. الدهون انسجة دهنية والعضل انسجة بروتينية. مفيش سحر بيحول الزيت لحديد، انت بتخسر دي وبتبني دي. الكدبة التانية تمرين البطن بيضيع الكرش. العب 1000 عدة بطن عشان تضيع الكرش. مفيش حاجة اسمها تخسيس موضعي. تمارين البطن بتقوي العضلات بس لو فوقيها دهون مش هتبان. البطن بتتعمل في المطبخ. الكدبة التالتة الكرياتين بيحبس مية تحت الجلد. الكرياتين هينفخك مية تحت الجلد ويبوظ شكلك. الحقيقة ان الكرياتين مش بيحبس مية تحت الجلد، الكرياتين بيحبس مية جوه الخلية العضلية عشان يديك شكل اكبر واكمل ويرفع الاداء بتاعك في التمرين. الكدبة الرابعة العرق يعني حرق دهون. كل ما تعرق اكتر هتحرق اكتر. العرق مجرد وسيلة تبريد للجسم. لو جريت في عز الشمس انت بتخسر مية واملاح مش دهون، واول ما بتشرب ميه الوزن بيرجع تاني. الكذبه الخامسه لازم توجع العضله عشان تكبر. لو ما خرجتش من الجيم وانت بتزحف يبقى انت ما اتمرنتش. الالم المبرح مش دليل على جوده التمرين، ده ممكن يكون دليل على الاصابه او الحمل الزائد. التطور بالاستمراريه والحمل التدريجي. الجيم علم وتكرار مش فتاوى قديمه. ولو لسه بتسمع الخرافات دي ابعت الفيديو ده لصاحبك المحنك خليه يفوق.